تبدأ أحداث الفيلم بطيارتين بيقعوا على جزيرة مهجورة في المحيط الهادي في الحرب العالمية التانية سنة 1944. واحدة منهم فيها جندي أمريكي والتانية جندي ياباني، والاتنين بيحاولوا يقتلوا بعض. بس فجأة بيلاقوا المخلوق العملاق ده قدامهم. وبتمر السنين وبنوصل لفترة التمانينات. ده اسمه راندا، رئيس مؤسسة مونارك المتخصصة في البحث عن الكائنات البرية الضخمة. بيحاول يقنع السيناتور الأمريكي إنه يوافق على تمويل رحلة استكشافية لجزيرة أسطورية مجهولة في المحيط الهادي اسمها جزيرة الجمجمة. في الأول السيناتور مش بيوافق لأنه عارف إن راندا مهووس بفكرة وجود كائنات عملاقة غير البشر على الكوكب. وبروكس مساعد راندا بيحاول يقنعه وبيقول له إن زي ما القمر الصناعي الأمريكي قدر يلقط صور للجزيرة، فكلها كام يوم والروسيين يعملوا إطلاق لقمرهم الصناعي وهيلاقوا الجزيرة هم كمان. ولو وصلوا لها الأول هيستحوذوا على الموارد اللي فيها أيا كانت هي إيه. وبسبب الكلام ده السيناتور بيوافق على تمويل البعثة. والبعثة مكونة من علماء مؤسسة مونارك، وكمان فرقة عسكرية جوية مكونة من العقيد باكارد ورجالته، ومعاهم صحفية اسمها ويفر هي اللي هتنشر صور البعثة. وراندا بيستعين بكونراد، جندي سابق في القوات الخاصة البريطانية وماهر في تتبع وتقفي الأثر، وهو اللي هيقودهم في رحلة استكشاف الجزيرة. بس راندا مش بيقول له إن الهدف الرئيسي من البعثة هو البحث عن مخلوقات غريبة هناك. والطرف الأخير في البعثة هم علماء مؤسسة اسمها لاندسات، وهم المسؤولين عن برنامج القمر الصناعي في الحكومة. وبيشرح فيكتور مشرف لاندسات طبيعة البعثة، وبيقول إن لمئات السنين كل الرحلات البحرية كانت بتتجنب المرور من جنب الجزيرة دي لأن حواليها جدار عواصف كبير جدا مخلي الجزيرة مقبرة لأي سفينة أو طيارة تقع في نطاقه. كمان بيخفي السفينة أو الطيارة عن العالم الخارجي، وهيكون دور العقيد باكارد إنه يوصلهم للجزيرة بطياراته. ومساعدين راندا هيرموا قنابل عشان تعمل هزات أرضية تخليهم يرسموا خريطة للأرض تحت سطح الجزيرة. ولما هينزلوا للجزيرة كونراد هيقود البعثة في استكشافها. وبما إن جدار العواصف اللي حوالين الجزيرة هيمنع إشارة اللاسلكي إنها تعدي، فهم هيروحوا بسفينة لغاية حدود الجزيرة ويدخلوا بالطيارات. وبعد 3 أيام طيارات تانية هتجيلهم بوقود في الطرف الشمالي من الجزيرة عشان يعملوا تفويل للوقود لطياراتهم لرحلة العودة. ودي هتكون فرصتهم الوحيدة للخروج من هناك. وفعلا بيبدأوا رحلتهم، وبعد كام يوم البعثة بتوصل لحدود الجزيرة وبيركبوا الطيارات عشان ينطلقوا. وبيكون راندا طلب ذخيرة كتير تحسبا للي ممكن يلاقوه هناك، وبينطلق أسطول من 13 طيارة، وبينجحوا كلهم إنهم يخترقوا جدار العواصف ويدخلوا الجزيرة. وكلهم بيكونوا مبهورين بالجزيرة والحياة اللي عليها والطبيعة الخلابة. وبيرموا القنابل اللي هيمسحوا بيها تحت سطح الأرض، وبتعمل انفجارات في كذا مكان. ومسح الأرض بيظهر لهم إنها مجوفة من تحت. بس فجأة كل حاجة بتتغير، وبيلاقوا هجوم على الطيارات وبيترعبوا كلهم من منظر كونج القرد الضخم اللي بيلاقوه واقف قدامهم. والطيارات بتبدأ تشتبك معاه وبيضربوا عليه نار. وكونج بيقدر يدمر أسطول الطيارات كله، وبتسبب في موت أغلب أفراد البعثة واللي كانوا أغلبهم من جنود باكارد. وبيقف باكارد مش قادر يتحرك وهو شايف جنوده عمالة تموت ومش قادر ينقذهم. بس يعني بتقول إنه اعتبر كونج عدو ليه وهينتقم منه. وفي الآخر الناجين بيكونوا 3 مجموعات اتفرقوا في كذا مكان في الغابة. مجموعة بقيادة باكارد ومجموعة بقيادة كونراد، والجندي تشابمان اللي بينجى لوحده من تحطم الطيارة اللي عليها كل الذخيرة. وكونراد بيقول إنهم لازم يتوجهوا للجانب الشمالي من الجزيرة وينتظروا هناك الطيارات اللي هتيجي تزودهم بالوقود بعد 3 أيام ويخرجوا بيها من الجزيرة. وأكيد باقي الناجين هيعملوا كده. وبيقدر باكارد يتواصل مع تشابمان وبيعرف مكانه وبيتوجه له هو واللي معاه. وباكارد بيهدد راندا عشان يقول له حقيقة الجزيرة والبعثة. وبيحكي راندا إنه من 30 سنة كان شغال على سفينة وفجأة هاجمهم وحش ضخم، وراندا هو الوحيد اللي نجا من ال1000 شخص اللي كانوا على السفينة. والكلام الرسمي إن السفينة غرقت بسبب الحرب. ومن ساعتها راندا كرس حياته في إثبات إن في مخلوقات قديمة أقدم من البشرية عايشة معاهم على الكوكب، وهيجي يوم والمخلوقات دي هتهجم على البشر. ودلوقتي بعد ما بقى معاهم الدليل يقدروا ينشروه للعالم ويجيبوا قوة تقضي على المخلوق الضخم ده. وأما مجموعة كونراد بيكون معاهم بروكس مساعد راندا، وهو كمان بيعرفهم الهدف الأساسي من البعثة. وبيجمع باكارد واللي معاه جثث زمايلهم اللي ماتوا وبيدفنوهم. وبينطلقوا عشان يوصلوا لتشابمان عشان ياخدوا الذخيرة اللي معاه ويقتلوا كونج. وأثناء ما هم ماشيين بيدخلوا غابة وفجأة بيلاقوا عنكبوت ضخم بيهجم عليهم وبيحاولوا يقتلوه لغاية ما بيقطعوا رجليه عشان يشلوا حركته وبيقتلوه بالرصاص. أما مجموعة كونراد فكان حظها أحسن، وهم ماشيين لقوا قبيلة ساكنة الجزيرة وكانوا هيتقاتلوا سوا، بس بيظهر واحد كبير في السن منهم بيتكلم إنجليزي وبيهدي الوضع بينهم. وبيطلع إن ده هو الجندي مارلو اللي طيارته وقعت على الجزيرة سنة 1944. وطلع إن هو والجندي الياباني جانبين هربوا من كونج وقتها لما شافوه وعاشوا على الجزيرة وتعرفوا على القبيلة دي وبقوا صحاب. ومارلو ما بيكونش مصدق إن بعد أكتر من 28 سنة على وجوده في الجزيرة وبعد كل محاولاته الفاشلة للخروج منها أخيرا هيرجع للعالم اللي بره. بس أحلامه بتتحطم لما بيعرف اللي حصل لكونراد والبعثة اللي معاه. وبننتقل لتشابمان اللي بيلاقي كونج ماشي في الجزيرة فبيستخبى منه، وبيطلع أخطبوط عملاق من المية وبيهجم على كونج. بس كونج بيقدر يقتله وبياكل جزء منه وبياخد الباقي معاه وبيمشي. ومارلو بيقدم كونراد واللي معاه لكبير القبيلة واللي بيسمح لهم انهم يفضلوا معاهم. وبيحكي لهم مارلو تاريخ الجزيرة
وبيقول إن لآلاف السنين أهل الجزيرة عاشوا في خوف من الحيوانات المفترسة اللي تطلع من تحت الأرض وتاكلهم، لغاية ما ظهر أسلاف كونج وبقوا هم اللي بيحموا الجزيرة واللي عايشين فيها من المخلوقات دي. وفضلت الحرب مستمرة لغاية ما بقاش متبقى غير كونج بس من سلالته، واللي يعتبر هو ملك الجزيرة واللي بيحميها من المخلوقات دي أو أي تهديد تاني. وعشان كده هاجم البعثة لأنهم رموا القنابل على الجزيرة وهم اللي بدأوا بالهجوم، وبسبب القنابل دي عملوا فتحات جديدة في الأرض وخرج منها شوية من المخلوقات اللي تحت. في الوقت ده كونج بيلاقي اتنين من الوحوش اللي خرجت من تحت الأرض، وهم مخلوقات ضخمة شبه السحالي، وبيحارب الاتنين في نفس الوقت وبيقدر عليهم. وبيقول مارلو إن الخوف من ملك السحالي دي لأنه أضخم واحد فيهم وهو اللي قتل أبو وأم كونج. وكونراد بيعرفوا خطتهم وإنهم هيتوجهوا للجانب الشمالي من الجزيرة، فبياخدهم مارلو وبيوريهم المركبة اللي كان بيبنيها هو وجانبن من بقايا طياراتهم ومن المراكب اللي كانت بتنجرف للجزيرة. بيبدأوا كلهم يساعدوه في إنهاء المركب عشان توصلهم للجانب الشمالي للجزيرة عن طريق النهر. وبتخرج ويفر تستكشف القبيلة وتصورهم، وبتسمع صوت حيوان بيتألم من الوجع جاي من بره سور القبيلة، فبتخرج تشوفه وبتلاقي ثور نهر كبير واقع عليه حطام طيارة، فبتحاول ترفعها من عليه بس طبعا ما بتقدرش. فجأة بتلاقي كونج قدامها وبيشيل الحطام من على السور وبيحرره، وبيبص لها كونج وبيفهم انها مش قصده شر، خصوصا انها موجودة عند القبيلة، فبيسيبها ويمشي. اما تشابمان فبيكون ماشي لوحده، وفجأة بيلاقي حيوان غريب شبه الجراد العملاق قدامه، فبيضرب عليه نار. والغريب ان الحيوان بيسيبه وبيهرب كأنه خاف من حاجة، فبيبص تشابمان وراه وبيهجم عليه وحش كبير من السحالي وبيقتله. تاني يوم مارلو والباقيين بيقدروا ينهوا بناء المركب وبتشتغل، وبيودع القبيلة وبيشكرهم وبيمشي. وفي الطريق بيحكي لهم مارلو عن حياته، وبيقول إن مراته كانت حامل قبل ما يدخل الحرب، وزمانها دلوقتي خلفت وابنهم بقى راجل. واللاسلكي بيلقط إشارة وبيقدروا يتواصلوا مع باكارد وبيعرفوا مكانه هو واللي معاه وبيتوجهوا عنده. وبيكونوا فرحانين إنهم لقوا باقي زمايلهم، بس الفرحة ما بتكملش لأن بتهجم عليهم طيور ضخمة على المركب وبياخدوا فيكتور وبيقطعوه في الجو. وبعد شوية بيوصلوا لمكان باكارد وبيتقابلوا كلهم وبيعرفوهم على مارلو. وكونراد بيقول لباكارد إنهم لازم يتوجهوا للجانب الشمالي من الجزيرة، بس باكارد بيصر إنهم لازم ينقذوا تشابمان اللي في الجهة الغربية. ومارلو بيقول مستحيل ده يحصل، المنطقة الغربية دي موطن الوحوش اللي تحت الأرض. وبيوصلوا لاتفاق إنهم هيروحوا عند تشابمان، بس لو ما لقوهوش في مكانه هيرجعوا على طول عشان يلحقوا يوصلوا. وبتنطلق المجموعة كلها المكونة من 16 فرد، وبيوصلوا عند وادي زي مقبرة جماعية في كل ضحايا الوحوش اللي تحت الأرض ومن ضمنهم أبو وأم كونج. وبيدخلوا الوادي وجندي من الجنود اسمه كول بيرمي سيجارة في فتحة في الأرض، وبيطلع إن فيها غاز قابل للاشتعال، فبتعمل انفجار بس محدش بيتأذى. وفجأة بيسمعوا صوت فبيستخبوا كلهم، وواحد من الوحوش بيجي على صوت الانفجار وبيفضل يدور في المكان. وبعد شوية بيرجع اللي في بطنه، وبتخرج جمجمة من بطنه وبيكون عليها سلسلة تشابمان، وكونراد بيشوفها. وبعد ما الوحش بيمشي كلهم بيخرجوا يكملوا طريقهم، بس بيطلع إن الوحش كان مستخبي وبيهجم عليهم، وأول حد بيقتله هو راندا. وبيختفي في الضباب وبيرجع يهجم عليهم تاني، وكلهم بيفتحوا عليه نار وبيحاولوا كمان يولعوا فيه. بس الوضع بيسوء أكتر لما الوحش ده بيضرب الجندي اللي معاه تانك النار بديله، فالتانك بيتفجر، والانفجار بيحدف واحد من الجنود اسمه سلافجو وبيغمى عليه، وقنابل الغاز السام اللي معاه بتتفجر، والغاز بيجذب سرب طيور متوحشة عليهم. فبياخد كونراد السيف بتاع مارلو وقناع غاز وبيروح ينقذ سلافجو، وبيقتل أي طيور متوحشة في طريقه. وخلال المعركة دي بيموت كتير من الجنود، والوحش بيفضل عايش وبيهجم على كونراد وسلافجو. بس ويفر بترمي الولاعة اللي معاها في حفرة قدام الوحش وبتفجر الغاز اللي فيها، والوحش بيتولع فيه وأخيرا بيموت. بعدها مارلو وكونراد وباقي المدنيين بيقرروا إنهم يلغوا مهمة إجادة شابمان ويرجعوا مكان ما جم، بس باكارد بيرفض حتى بعد ما كونراد بيعرفوا إن شابمان مات وإنه شاف الجمجمة بتاعته. وبيقول باكارد إنهم لازم يقتلوا كونج وينتقموا منه. وهنا كونراد بيهاجمه وبيفهموا إن كونج مش عدوه، هما اللي هجموا على ممتلكاته الأول، وكونج كان بيدافع عن الجزيرة بتاعته وعن القبيلة. وبيختلفوا سوا وبيرفعوا السلاح على بعض، وكونراد بيوصل لاتفاق وسط وبيرشد باكارد وجنوده للمكان اللي عايزين يروحوه، واما هو هيرجع بالناس اللي معاه للمركب وهيستنوهم هناك لغايه ما يرجعوا. وبيوصل باكارد ورجالته لمكان تحطم الطياره، وبيجمعوا منها الاسلحه والمتفجرات وبيعملوا فخ الكونج عشان يقضوا عليه. ومع ان جنود باكارد ما بيكونوش موافقين على اللي بيعملوه، بس ما بيقدروش يرفضوا اوامر باكارد. اما كونراد وويفر فبيطلعوا على مكان عالي عشان يشوفوا الطريق اللي هيرجعوا بيه للمركب، وبيلاقوا كونج جاي عليهم من وسط الضباب، بس ما بيعمل لهمش حاجه، وويفر بتحط ايدها عليه من غير ما يأذيها وبيسيبهم ويمشي. وبيشوف كونج النار اللي باكارد مولعها من بعيد عشان تلفت انتباهه، وفعلا بيروح عليها. وبيرجع كونراد وويفر للناس اللي معاهم وبيرشدهم لمكان المركب، وبيقول ان هو وويفر هيروحوا ينقذوا كونج، ومارلو بيقرر يروح معاهم. وبيوصل كونج عند باكارد، واول ما بيقرب عليه بيرمي باكارد شعلة نار في الميه اللي ملاها بنزين، والنار بتمسك في كونج. وبيفرح باكارد انه خلص على كونج، بس بيلاقيه لسه عايش وبيهجم على رجالته وبيقتل عدد منهم. بس في الاخر كونج بيغمى عليه، وبيأمر باكارد رجالته انهم يحطوا متفجرات حوالين كونج عشان يقتلوه، وفعلا بيعملوا كده. بس قبل ما يضغط على المفجر بيوصل كونراد وبيهدده بالسلاح هو ومارلو،
وبيحاولوا يقنعوه إن كونج مش هو العدو وإن مش هو اللي بدأ الهجوم. بس باكارد ما بيقتنعش وبيطلب من رجالته يمشوهم من هنا، بس حتى رجالته بيكونوا موافقين على رأي كونراد ومارلو وبياخدوا صفهم. وفجأة أكبر الوحوش اللي تحت الأرض بيطلع، فكلهم بيخافوا وبيجروا، وباكارد بيفضل واقف متسمر في مكانه. وكونراد ما بيلحقش ياخده معاهم، وبيحاول باكارد رغم كل شيء يفجر كونج، بس كونج بيفوق وبيقتله هو الأول، وبيبدأ يتحارب هو والوحش. وبيوصل كونراد واللي معاه للمكان اللي هيقابلوا فيه بروكس على المركب، وويفر بتطلع على مكان عالي عشان تضرب شعلة مضيئة في الجو عشان بروكس يشوفهم. وبيحاول كونراد والباقيين يعطلوا الوحش اللي طلع يطاردهم، وبيفضلوا يجروا عشان يخلوه يجروا وراهم لغاية ما المركب توصل. بس كول بيقف في وسط الطريق وبيطلب منهم يمشوا وهو هيعطل الوحش، وبيطلع قنابل من معاه وبيشيل الأمان بتاعها عشان يفجر نفسه هو والوحش. بس الوحش بيضربه بديله وبيرميه بعيد وبيتفجر لوحده. وبيوصل كونج وبيهجم على الوحش وبيفضلوا يتحاربوا سوا لغاية ما الوحش بيرمي كونج على مراكب متحطمة وبيتكتف في السلاسل بتاعتها. وبيكون خلاص هيقتل كونج، بس بروكس بيوصل وبيضرب نار على الوحش وبيلفت انتباهه، وبيروحوا كلهم يركبوا المركب والوحش بيجري وراهم. وكونج بيقدر يقوم وبيقطع السلاسل الملفوفة حواليه، والوحش بيكون خلاص هيهجم على المركب، بس ويفر بتضرب عليه بمسدس الشعلات من فوق الجبل وبتلفت انتباهه فبيروح ناحيتها. وكونراد بيحاول يخليه يطارده هو، وبيقوم كونج وبيستخدم واحدة من السلاسل الملفوفة في مروحة سفينة وبيضرب بيها الوحش، وبيبدأ يضرب فيه وبيرميه بعيد فبيخبط في الجبل اللي عليه ويفر فبتقع في المية وبيغمى عليها. وكونج بيشوفها وبيكون عايز ينقذها، بس الوحش بيهجم عليه وكونج بيفضل يضربه لغاية ما بيوقعه على الأرض وبيروح ينقذ ويفر. لكن الوحش بيهجم عليه تاني وبيحاول كونج يبعده بإيد واحدة لأن ويفر في الإيد التانية، والوحش بيحاول يبلع إيد كونج اللي فيها ويفر. ولكن كونج بيستجمع قوته وبيقدر يطلع لسانه ومعدة الوحش من جوه جسمه وبيقتله. وبينزل ويفر عند زمايلها وبيسيبهم ويمشي، وبيكملوا كلهم طريقهم في النهر، وبيتفقوا إنهم مش هيقولوا لأي حد أي حاجة عن اللي شافوها هنا في الجزيرة عشان محدش يجي ويهجم على الجزيرة ويعمل خلل في التوازن البيئي اللي عليها. بعد كده كلهم بيرجعوا بلدهم، ومارلو بيروح بيته بعد ما بيهندم نفسه عشان يكون في شكل كويس قدام مراته وابنه بيفتح له الباب وهو شاب كبير، ومراته أول ما بتشوفه بتجري عليه تحضنه، وابنه بيعرف إن ده أبوه اللي غايب بقاله سنين. أما كونراد وويفر فبيستدعوهم في مؤسسة مونارك وبيعرضوا عليهم صور لوحوش تانية زي كورج. العلماء لقوا آثار ليها على مر السنين، ومن ضمن الوحوش دي هو جودزيلا. وهنا بيخلص الفيلم. أتمنى يكون الفيلم عجبكم، عرفونا رأيكم في التعليقات، ولو الفيديو عجبكم اعملوا لايك لأن ده بيدعمنا جدا، واشتركوا معانا في القناة عشان يوصلكم مننا أقوى الأفلام. استنوا مننا أفلام قوية جدا الأيام الجاية. سلام.